بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم على قناة حكايات اليوتيوب. يلا بسرعة اللي ما اشتركش في القناة نشترك ونفعل الجرس ولايك للفيديو لو عجبك، واديني بقى كده في التعليقات ايه رأيك في اللي انا بقوله وايه رأيك في اللي انا بقوله. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. هنتكلم النهاردة عن فيديو جديد ورياكت جديد عن الزوجة المسمومة. يعني ايه يا ولاد؟ يعني ايه الزوجة المسمومة دي؟ هو في زوجة مسمومة؟ طبعا انا قبل ما ابدأ كلامي يا جماعة ما بجمعش، في زوجات صالحات جدا 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 وكويسين جدا جدا، وزي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. فأنا بتكلم عن الزوجات السيئة مش الكويسة، ومش بجمع، لأن في ستات كتير كويسة جدا جدا وفاتحة بيوت. النهاردة هتكلم عن الزوجة المسمومة. مين هي الزوجة المسمومة يا جماعة؟ اللي عايزة تسمم زوجها من ناحية أهله، اسمها كده المسمومة. بتبث السم، بتبث السم في مين؟ في الراجل. أهلك، الأهل، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الأربعة دول. الأهل حاجة كبيرة، صلة الرحم حاجة كبيرة. انت عايزة تقطعي صلة الرحم بينك بين زوجك وبين أهله، والله العظيم الأيام هتلف تلف وهتدوقي وهتشربي من نفس الكاس اللي انت بتعمليه. الزوجة المسمومة اللي بتسمم زوجها من ناحية أهله، اللي بتسمم زوجها من ناحية أمه وإخواته، أخوك، أختك. وأنا بقول لها اقفي، دي حدود ربنا سبحانه وتعالى. أسفة، حدود ربنا سبحانه وتعالى. وصلة الرحم انت كده بتقطعيها، انت كده بتساعدي زوجك على قطع صلة الرحم، بدل ما تساعدي زوجك على انه يصل رحمه وتشجعيه على صلة الرحم، وبتسممي افكاره من ناحية اهله. اهله اللي عاش معاهم عمره كله فجأة كده وبدون مقدمات بيبقوا وحشين. طب دول اهله اللي اتربى معاهم هيبقوا وحشين ازاي فجأة؟ ازاي؟ دي اسمها الزوجة المسمومة اللي بتسم افكارها في زوجها، اللي بتدي افكارها المسمومة لولادها ناحية اهل الزوج. بقول لها اتقي الله، بقول لها اتقي الله. ومش بقول ان كل الستات وحشة، بالعكس في ستات كويسة جدا. انما بقى اللي بتسمم زوجها واولادها ناحية اهل الزوج، ناحية الاخت، ناحية الاخ، دي انسانة ما يعني صدقني ما يتأمنش على نفسك معاها، غير امينة، افكارها سامة، عايزة تقطع صلة الرحم بينك وبين اهلك. امك، الام خط احمر، الاب خط احمر، الاخ والاخت خط احمر. في القرآن الكريم ان كيدهن عظيم، ذكر ربنا سبحانه وتعالى كيد النساء، كيد الستات، ما قالش كيد رجالة، قال كيد ستات. اللي بتكيد لأهل الزوج والله العظيم ربنا هيحاسبك. ليكي ولاد، لو ليكي ولاد خافي بقى، لأن الأيام دوارة. لو ليكي ولاد خافي، لأن الأيام دوارة، هيحصل بينهم وهيجي اللي هيفرق بين ولادك زي ما انت بتفرقي بين زوجك وبين أهله. صلة الرحم خط أحمر، وفيها بركة في العمر، وفيها بركة في الولاد، وفيها بركة في الرزق.
ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الحياة كلها. هيبارك لك ازاي وانت مفرقة بين جوزك وبين اهله، مفرقة بين جوزك وبين اخواته، مفرقة بين جوزك وبين مامته؟ ربنا هيديكي اللي هيفرق بينك وبين جوزك ده، اللي انت عمالة تسممي في افكاره عشان ما يصلش اخته او ما يصلش اخوه او ما... بالعكس، انت لو ست كويسة هتقولوا لي صل اختك، وهتقولي له صل رحمك، وهتقولي له روح لقرايبك، روح لمامتك، انت اللي هتقولي له، مش هتشجعيه على البعد. مش انت ست مش كويسة لو انت كده، انت ست غير امينة، لا تؤتمني، لا تؤتمني. اما تسممي افكار ولادك ناحية اهلهم، دول اهل يا جماعة. صلة الرحم حاجة كبيرة، صلة الرحم الاهل حاجة كبيرة، الاخت حاجة كبيرة، الاخ. اوعى تسمع كلام مراتك، صل رحمك، صل اهلك، ما تسمعش كلامها، دي ست مش كويسة. الست اللي بتسمم افكار ولادها ناحية الاهل دي ست زبالة، دي ست زبالة، تعرفش ربنا، انا اسفة على اللفظ، دي ست ناقصة، دي ست لم مامتها وباباها ما ربوهاش. امهاتنا الستات بتربوا بناتكوا على ايه؟ بتربوا بناتكوا على ايه؟ بتربوا بناتكوا على ان صلة الرحم بين الاخوات حاجة كبيرة. الاخ والاخت سند وظهر وحماية وامان وحياة. الاخ سند، ما تبعدش عن اخوك عشان واحدة ست، ما تبعدش عن اختك عشان واحدة ست. اختك واخوك عايزين منك صلتك، صلة الرحم، عايزين منك السؤال، عايزين منك المحبة، عايزين منك المودة، هيحبوك من غير مصلحة. انما الست اللي بتسمم افكار ولادها ناحية اهل الزوج، دي اسوأ زوج على وش الارض. والله ما تستاهل، والله ما تستاهل، لان في الاول وفي الاخر دول اهله. ارجوك ما تسمعش كلامها. الست اللي تشجعك على فقدان صلة الرحم دي وقطعها، دي ست مش كويسة. وهتلاقيها في نفس الوقت عاملة صلة الرحم لمامتها ولإخواتها ولأهلها ولباباها ولإخواتها. يعني انت صلة الرحم بينك وبين مامتك وبينك وبين إخواتك زي الفل، وهتيجي لزوجك وتقولوا له اقطع صلة رحمك؟ طب اشمعنى انتي؟ اشمعنى؟ أرجوك لكل راجل، بوجه كلامي لكل زوج، كن حريص إن كيدهن عظيم. انتبه، أختك خط أحمر، أخوك خط أحمر، مامتك خط أحمر، أهلك خط أحمر. وقت شدة هتلاقيهم، حتى لو مش وقت شدة برضو جنبك. أهلك خط أحمر. الزوجة يا جماعة المسمومة كلنا ننتبه لها، انت اقف لها، انت اقف لها. الزوجة المسمومة يتبعد عنها، الزوجة المسمومة اللي بتسمم الزوج ناحية اهله تاني ما يتأمن لهاش، ما بيبقاش الاصل موجود، مفيش اصل. دور على الاصل، اكيد عندها نقص في حاجات معينة عشان عايزة تفرق بينك وبين اهلك، بينك وبين اختك، بينك وبين اخوك، بينك وبين عمك، بينك وبين مامتك. كل الحاجات دي خط احمر يا جماعة، ننتبه لها، ننتبه لها بجد. في نهاية كلامي، توحشوني جدا جدا. طب عندي حق ولا ما عنديش حق؟ بالله عليكم، طب عندي حق؟ طب مش في كده، مش في ستات كده ما يتأمن لهاش؟ والله ما يتأمن لها. توحشوني جدا جدا. للفيديو الجاي اوعوا تنسوا اللايك والتعليق الحلو منكم، توحشوني جدا جدا. وعايزاكم كلكم تخشوا على اليوتيوب، اكتبوا حكايات اليوتيوب، انا هطلع لكم، انا غادة. توحشوني جدا جدا. للفيديو الجاي اوعى حد ينسى اللايك، وقولوا لي في التعليقات، هستنى تعليقاتكم على الفيديو. ولو في تجارب معينة ليكم او سؤال معين، يلا ادخلوا في التعليقات وقولوا لي. توحشوني جدا جدا. للفيديو الجاي، مع السلامة.